الشرطة فتشوا الشقة فلقوا في الدولاب عقد جواز عرفي بين القتيل وبنت مصرية اسمها في شهر ديسمبر من سنة 1998. الأيام دي كانت بتوافق أيام شهر رمضان المبارك، وفي منطقة بحي الهرم بالجيزة الجيران في واحدة من العمارات بيلاحظوا ظهور ريحة كريهة خارجة من واحدة من الشقق. في البداية الجيران تجاهلوا الريحة دي، بس بعد أيام الريحة بقت قوية ولا تطاق، فالجيران بلغوا الشرطة اللي جم على المكان وكسروا باب الشقة، والشقة كان بيمتلكها دبلوماسي قطري اسمه عطلة جعفر. الشرطة دخلوا الشقة وراحوا على غرفة النوم واتفاجئوا بوجود صاحب الشقة مقتول في سريره، والسرير كان غرقان بالدم، والدم كان ناشف لأن الواضح على الجثة إن الشخص ده اتقتل من مدة، يعني يجي أكتر من أسبوع. الشرطة فتشوا الشقة فلقوا في الدولاب عقد جواز عرفي بين القتيل وبنت مصرية اسمها حبيبة محمد سعيد سالم. وحبيبة في الوقت ده كانت ممثلة مبتدئة وشاركت في العديد من الأعمال الفنية زي فيلم شباب تكاواي وفيلم سلام مربع للستات، وكمان فيلم راجل مهم جدا. وأثناء مشاركتها في مسرحية بهلول في اسطنبول شافها الدبلوماسي القطري، أعجب بيها جدا وحاول إنه يتعرف عليها ويكلمها، وبالفعل بقوا أصدقاء، وبعدين طلب منها الجواز. بس عطلة كان له شرط على الجواز إنه يكون في السر نظرا لأنه دبلوماسي ولمكانته الاجتماعية، وكمان في الوقت ده كان متجوز. وافقت حبيبة على الشرط ده وبالفعل تم الجواز، واللي كان على معرفة بالجواز ده عيلته وعيلتها وبعض الأصدقاء المقربين وكمان الجيران. وزواجهم استمر لمدة 4 شهور فقط. رجال الشرطة أول ما لقوا عقد الزواج العرفي في شقة القتيل على طول وجهوا اتهامهم ناحية الزوجة، خاصة إن عطلة كان حسن السمعة وما عندوش أي أعداء. حطوا في دماغهم سيناريو إنه طالما زواج عرفي بين ممثلة وساري عربي فأكيد إنها طلبت منه إنه يتجوزها رسمي، وهو رفض، فاتخانقوا مع بعض وقتلته. الشرطة راحوا على مكان حبيبة علشان يقبضوا عليها، واليوم ده كان يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وحبيبة كانت بتفطر مع زميلتها في الاستديو. بتقول حبيبة: فوجئت برجال الشرطة على الباب وقالوا لي إنهم عاوزيني في كلمتين وهيرجعوني تاني، وأخدوني معاهم متغمية علشان معرفش هم رايحين بيا على فين. وبتقول أول ما فتحت عيني لقيت نفسي قاعدة على كرسي ومقيدة من إيديا، ولقيت حواليا عدد كبير من الرجال وبيحققوا معايا. سألوني: انتي قتلتي زوجك ليه؟ قلت لهم: قتلت زوجي؟ اكيد في حاجه غلط، انا كنت بفطر ورايحه علشان اصور مسلسل السيره الهلاليه، انتوا جايبيني هنا ليه؟ وسالوني عن اخر مره اتواصلت فيها مع زوجي عطله، وقلت لهم ان اخر اتصال بينا كان قبل حلول شهر رمضان المبارك. اتصل بيا وقال لي انه هيسافر يقضي شهر رمضان مع عيلته في قطر، وقال لي انه هيرجع يكلمني تاني، وفضلت اكلمه كتير وما كانش بيرد عليا. رجال الشرطه بلغوني ان عطله اتقتل. طبعا انا انصدمت وانهارت، بس الصدمه الكبيره كانت في اتهامهم ليا باني انا اللي قتلت عطله. حاولت ادافع عن نفسي كتير بس هم ما كانوش مصدقيني وما ادونيش اي فرصه، وفجاه لقيت ضرب واهانه من الرجال اللي كانوا حواليا، وكان من ضمنهم رجل ضخم الجسم شالني فوق ورزعني على الارض بقوه من غير رحمه. احساسي وقتها كان صعب جدا، مفيش حد هيقدر يحس بيه غير لو مر باللي انا مريت بيه. وبتقول حبيبه: دافعت عن نفسي كتير ولكن بدون فايده، وحصلت اشياء كتيره مهينه ليا طول فتره ايام التحقيق. كنت مقيده بالكلبشات في ايدي بالكرسي، وجنبي مخبر، وما كنتش قادرة حتى ارتاح، ووصلت لمرحلة الانهيار الكامل، ومع ذلك كنت صامدة وبحاول ادافع عن نفسي لحد ما هددوني بهتك العرض، وهددوني كمان لو ما اعترفتش هيجيبوا اختي وامي وهيهتكوا عرضهم قدام عيني. فانهارت واضطريت اني اقول ان انا اللي قتلت عطله علشان اتخلص بس من العذاب اللي انا كنت فيه، حتى لو هتعدم اهون عندي من الذل والمهانة اللي شفتهم. بعد ما اكرهت حبيبة على الاعتراف اخدت 45 يوم حبس على ذمة القضية. بعدها عملت إعادة تحقيق أكدت فيها إنها أكرهت على الاعتراف، وأثبتت في إعادة التحقيق اللي حصل معها، واستندت بذلك إلى تقرير الطب الشرعي، ولكن لم يتم الاعتراف بالتقرير ده، وتحولت للمحاكمة العاجلة. وبعدها بشهر راحت على المحكمة، وفي المحكمة لم ينتظروا حتى دفاع المحامي، وتم الحكم على حبيبة بالسجن لمدة 10 سنوات. دخلت حبيبة السجن وبتقول إنها شافت أصعب أيام حياتها هناك، وبتقول في السجن كان في اللي مصدق إني مظلومة، وكان في كمان اللي مصدقش إني أكرهت على الاعتراف ده علشان أحمي نفسي وأحمي كرامتي وشرفي وشرف أهلي من الضابط الظالم ده اللي فضل يعذبني لمدة 8 أيام. شفت فيهم العذاب بكل أشكاله، واعترفت بالباطل بكل شيء علشان عاوز الضابط ده يسيبني في حالي، لأنه كان بيهددني لدرجة إنه كان بيروح معايا النيابة خوفا من إني أغير أقوالي. دخلت حبيبة السجن، والإشاعات والاتهامات ما سابتهاش، والصحافة والإعلام فضلوا يتكلموا كتير عن الجريمة دي.
ولما وصل لأهل عطلة إن حبيبة هي اللي قتلت ابنهم، أهل عطلة مصدقوش طبعا إن حبيبة هتقدر تعمل كده، خاصة إن ابنهم جسمه رياضي وكان ضخم الجسم، وحبيبة جسمها ضعيف، وإزاي إنها هتقدر تقتله ب30 طعنة من غير حتى ما يحاول يدافع عن نفسه. وبلغوا السلطات المصرية بكده، بس للأسف السلطات المصرية ما اعترفتش بكل الكلام ده، خاصة إن حبيبة اعترفت وكمان مثلت الجريمة. كانت حبيبة في السجن منهارة من إحساسها بالظلم، وبتدعي ربنا في كل وقت إنه يظهر براءتها. وبعد 5 سنوات من الحبس بتحصل حاجة بتقلب القضية رأسا على عقب. في 2003 أحد الأشخاص بيروح على محل جواهرجي ومعاه ساعة دهب غالية، وكان عاوز يبيع الساعة دي للجواهرجي ب500 جنيه بس، وطبعا التمن ده كان قليل جدا عن التمن اللي تستحقه الساعة. فالجواهرجي طلب من الشخص ده إنه يسيب الساعة علشان يقيمها، ويسيب كمان عنوانه علشان يرجع يتواصل معاه مرة تانية. وبالفعل الجواهرجي أخد الساعة وتتبع الرقم التسلسلي اللي كان مكتوب على الساعة، وعرف إنها مملوكة لشخص اسمه عطلة جعفر. ولما بحث عن الشخص ده عرف إنه اتقتل من 5 سنين، وإن الساعة دي كانت من ضمن المسروقات اللي اتاخدت من الشقة. الجواهرجي على طول بلغ الشرطة وأعطاهم كل المعلومات والتفاصيل اللي توصل ليها، وأعطاهم كمان عنوان الشخص ده، والشرطة راحوا على مكان الشخص ده وتم القبض عليه. وفي النيابة الشخص ده اعترف بجريمته، قال إنه كان بيراقب عطلة قبل ما يقتله بفترة، وعارف إنه عايش لوحده، وكمان عارف إنه شخص ثري وعنده مقتنيات غالية. وبيقول في اليوم اللي قتل فيه عطلة كان بيراقبه هو وشريكه، واستنوا لما طلع الشقة وطلعوا وراه، خبطوا على الباب فهو فتح لهم، وفضلوا ينهالوا عليه بالضربات والطعنات لحد ما موتوه. بعدها شالوه وحطوه في السرير وسرقوا كل المقتنيات الغالية اللي كانت موجودة في الشقة. وبيقول إنهم ما باعوش أي حاجة من المقتنيات اللي كانت في الشقة، استنوا طول الفترة دي علشان الموضوع يكون اتنسى وما يتقبضش عليهم هم وبيبيعوا المسروقات. تم عمل إعادة محاكمة في القضية، وحبيبة أخدت براءة وخرجت من السجن. وتم محاكمة رئيس مباحث الهرم في الوقت ده بتهمة تعذيب الممثلة حبيبة لإجبارها على الاعتراف بقتل زوجها، وتم الحكم على الضابط ده بالسجن لمدة 6 شهور مع إيقاف التنفيذ وعزله من وظيفته لمدة سنة. بعدها قامت حبيبة برفع دعوى تعويض ضد الضابط المتهم ووزير الداخلية بصفته لتعويضها عما أصابها من أضرار نتيجة تعذيبها وحبسها لمدة 5 سنوات ظلم. وقضت المحكمة في البداية بتعويضها بمبلغ 150,000 جنيه، بس حبيبة استأنفت الحكم ده وتم الحكم بتعويضها بمبلغ قدره 1,000,000 جنيه، وده كان أعلى مبلغ تعويض في تاريخ القضاء المصري في قضايا التعذيب. وحتى لو كان مبلغ التعويض كبير فأكيد إنه ما يعوضش ولو جزء بسيط عن اللي تعرضت له من تعذيب وإهانة طوال فترة المحاكمة وطوال فترة ال5 سنوات سجن ظلم. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.